معركة الروماتويد صعبة. في الحلقة العاشرة دي خلاصة الرحلة هنتكلم عن أقوى سلاح ممكن في المعركة دي. طب هل فعلا في أمل للانتصار في المعركة دي؟ سؤال بيسأله كل واحد بيعاني من المرض ده. قبل ما نعرف مين هو حليفنا القوي، يا ريت نعمل لايك وشير ومتابعة عشان المعلومات المهمة توصل للكل. زي ما قلنا في حليف قوي معانا، واحد من أهم الأدوية اللي بتغير تماماً مسار المرض ده. والحليف ده هو الميثوتريكسات. ببساطة هو دواء فعال جدا في علاج الروماتويد والسيطرة على أعراضه. الميثوتريكسات بيجي في أشكال مختلفة زي الأقراص أو الحقن، والدكتور هو اللي بيحدد الأنسب لكل حالة. بس خلي بالنا، السلاح القوي ده لوحده مش كفاية، لازم له استراتيجية وخطة واضحة عشان نكسب. الخطة دي ليها 3 قواعد أساسية: الجرعة مرة واحدة في الأسبوع، التزام كامل بالعلاج، ومتابعة مع الدكتور. والنتيجة؟ صدقوني تستاهل التعب. مع الاستخدام الصح ممكن نرجع نعيش حياة طبيعية جدا ونشيطة. ده هو وعد الرحلة دي. في النهاية قرار السيطرة على المرض بيبدأ من عندنا، صحتنا في إيدينا. ما تنسوش اللايك والشير عشان الفايدة توصل لأكبر عدد، وتابعوا الصفحة عشان دايما تكونوا على اطلاع.